من اكبر المشاكل اللي بتواجه بنات كتير وجزء من الشباب هو الدهون اللي بتتخزن في الجزء السفلي من الجسم، ودي ليها اسباب كتيره قوي. اول حاجه زياده هرمون الاستروجين او خلل في الهرمون، ثاني حاجه عادات الاكل الغير صحيه والغلط، ثالث حاجه القعده الكتير على المكتب او السواقه الكتير، وده بيضغط بشكل كبير قوي على الخلايا الدهنيه اللي موجوده في الجزء السفلي من الجسم. رابع حاجه ان السعرات الحراريه اللي داخله الجسم اعلى من احتياج الجسم نفسه. خامس حاجه جينات تخزين الدهون في الجسم، ودي ساعات بيبقى في ناس بيبقى عندها اماكن تخزين الدهون مختلفه عن الناس التانية. خليني اقول لكم بقى ازاي نتخلص من الدهون بتاعه الجزء السفلي من الجسم. اول حاجه ابعدوا دايما عن منتجات الصويا علشان بتعلي الاستروجين بشكل كبير قوي. تاني حاجه مهم جدا ان احنا نمرن الجزء السفلي من الجسم زي ما بنهتم وبنركز على الجزء العلوي من الجسم، علشان بيساعد بشكل كبير قوي في توازن الجسم. صدقوني لو مشيتوا على الحاجات دي هتلاقوا توافق بين الابر بودي واللور بودي بشكل كبير قوي.